قناة فن تربية الحمام هي دليلك الشامل في تربية الحمام بكل أنواعه، ومش بس كده، كمان بنقدم لك تربية الأرانب بكل أنواعها، وتربية عصافير الزينة بكل أنواعها، وكمان بنقدم لك تربية الفراخ البيضة والساسو والبط والديوك الرومي. كل ده عملناه داخل القناة بتاعتنا، وكمان وفرنا لحضرتك رابط موقع إلكتروني خاص بالقناة، هتلاقوا موجود عليه جميع المقالات الحصرية بتاعة القناة بتاعتنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وبصحة وسعادة ان شاء الله. رجعنا لكم تاني في يوم جديد وفي فيديو مهم جدا في الاجواء الشتوية اللي احنا فيها حاليا. الحمام حاليا عند اغلب الناس بنسبة 90% حمام كاشش وبردان، وتلاقيه واقف في السلاكة بيرتعش. القصة دي نحلها ازاي بكل بساطة من غير تعقيدات خالص؟ كل القصة ان احنا هنستخدم دواء بشري ممتاز جدا للقصة دي. في الاجواء الشتاء اللي احنا فيها دي، لما تلاقي حمامك بالشكل ده والجو برد وشتاء والدنيا متقلبة والاجواء متقلبة، هتنزل بحاجة واحدة، هتديهم ايمولاينت شراب بشري. الازازة اهي، تمام، ده دواء شرب، تمام، والعلبة اهي بتاعته، تمام. ده سعره، عشان بس الناس اللي بتسأل على السعر، في حدود 35 جنيه مصري. بس طبعا العبوة 100 ملي وبتغيب معاك، تمام. اي صيدلية بشرية هتنزل تقول له عايز علبة ايمولاينت شراب بشري. طيب ما لقيتش امولاين، هتجيب حاجه دواء بشري برضه اسمه ديكال به 12. طيب ما لقيتش ديكال به 12، هتجيب بيديكال. التلاته زي بعض في المفعول. طيب ده ايه يا عم محمد؟ ده يا باشا رافع مناعه، مكمل غذائي، فاتح للشهيه، هيخلي الحمام دافي في الاجواء الشتويه اللي احنا فيها دلوقتي. هيخلي حمامك دافي، بيسخن الحمام وبيدفي الحمام وبيرفع مناعه الحمام. طيب بيرفع مناعته ليه يا عم محمد ومن ايه؟ بيرفع مناعه فرد الحمام من الامراض الفيروسيه اللي موجوده في مكان التربيه بتاعك. هي الامراض الفيروسيه زي ايه مثلا؟ الامراض الفيروسيه دي يا جماعه اهمهم البرد. الوقت اللي احنا فيه ده وقت الحمام بيصاب بالبرد والعصافير بتصاب بالبرد. ليه؟ الجو برد وشتاء وسقعة جامد، فالحمام لو مناعته ضعيفة وما عندوش مناعة قوية، هيجيله لطشة برد، هيجيله برد، هتخش بقى في دوامة بقى علاج البرد وعلاج المخاط، والحمام بيسهل وبيسيف، وهتخش في قصة. يبقى انت كده تحافظ على الحمام بتاعك برفع مناعته او تنشيط المناعة عنده، تخلي المناعة عند الحمام عالية، بحيث لو جاله برد يعني الجهاز المناعي بتاع فرد الحمام يصد البرد، يبقى مش هيتعب. ده كل القصة من موضوع الدواء، ان هو بيرفع مناعة فرد الحمام، ممتاز جدا، ومكمل غذائي من الدرجة الاولى، مكتوب عليه اهو، تمام. مكمل غذائي، حاجة محترمة جدا ومش غالية، ديت بقى لها عندي كتير. طيب ايه كمان؟ برضو من ناحية ان الحمام بيرتعش وكاشش. الكشاشان ده مش مرض سالمونيلا او كده، لا، هو بيبقى بياكل كويس وبيشرب كويس وبيقبل على الاكل والشرب زي الفل، والزبله بتاعته او الزرق بتاعه ممتاز، ما فيهوش اي مشاكل، بس دايما تلاقيه كاشش. كاشش ليه؟ لانه بردان سقعان، فتلاقي فرد الحمام كاشش في نفسه. طيب تعمل له ايه بقى؟ ده بيدفيه، بيدفي بيسخن فرد الحمام، بيخليه دافي. كمان فاتح للشهية، لو الحمام مش بياكل كويس او مش بيشرب كويس، ده بيفتح شهيته. يبقى احنا كده عالجنا مشاكل كتير جدا. طيب الجرعة بقى يا عم محمد، عشان انت كده ما تطولش علينا، من عينيا حاضر. الجرعة بتاعته بتكون 2 سنتي على 1 لتر مية. انا دلوقتي عندي ازازة فيها 4 لتر، فيها 2 لتر مية، هحط عليهم 4 سنتي من الدواء ده. طيب لو جبنا الديكال به 12، نفس الجرعة، 2 سنتي على 1 لتر مية. طيب لو جبنا البيديكال به 12 او البيديكال
برضه نفس الجرعه 2 سم على 1 لتر ميه، والثلاث ادويه والثلاث مسميات نفس الاداء، رافعين للمناعه، منشط للمناعه قوي جدا، فاتح للشهيه، مكمل غذائي للحمام، بيدفي الحمام في الشتاء. طيب اديهم لهم امتى؟ برضه انا بتكلم وبجاوب نفسي اهو عشان خاطر عارف الاسئله اللي هتدور في دماغك انت بتتفرج عليا. هتديهم لهم او هتدي الدواء ده للحمام بتاعك وقت الشتاء. يعني احنا حاليا الجو مش مستقر، في شتاء جامد، انا طلعت اهوت هديهم. طب مع ان احنا بالليل، بس هسيب لهم الدواء في الميه يشربوه. والدواء يا جماعه في الميه في فصل الشتاء اللي احنا فيه ده ممكن يفضل قدامهم 24 ساعه عادي خالص. يعني انا ممكن اسيبهم لحد تاني يوم بالليل من الدواء عندهم، لان طبعا الحمام انتوا عارفين في فصل الشتاء ما بيشربش بكميات ميه كتير. بس مفيش مشكله في الشتاء انك انت تسيب الدواء بعد كل يعني لمده 24 ساعه. طيب كل قد ايه؟ اقل حاجه كده 3 ايام ورا بعض عشان خاطر بيجيب نتيجه. 3 ايام ورا بعض، النهارده وبكره وبعده. هتعمل كالاتي: انا دلوقتي هقلب الكاميرا وهوريكم وانا شغال، وهقول لك بالظبط تعمل ايه عشان خاطر ايه الحمام يستفاد من جرعه الدواء بتاعته. بصوا يا جماعه، زي ما انتم شايفين كده اهو الدواء اهو ماشي اهو ماشي. الدواء احنا حطيناه في الميه، هترج الميه رجه كويسه وهتدوبهم كده في بعضه ماشي. هتلاحظوا حتى ان الميه ايه لونها اتغير اهو. تمام تمام. هنفضي في الميه في السقايات بالشكل ده اهو. تمام. خلينا كده نعمل واحده بس ونشرح عليها. طيب دلوقتي احنا ولنفترض ان احنا فضينا الميه خلاص في السقايات، طبعا بعد غسيل السقايات زي ما انتم شايفين اهو من الميه القديم. اهم حاجه يا جماعه تغسلوا السقايات كويس جدا من جوه ومن بره. ايه بقى الوضع بعد كده؟ انت لما تحط الميه، كميه الميه اهي هتحطها لفرد الحمام بتاعك وتقدمها قدامه. هتيجي تاني يوم بالليل مثلا او تاني يوم الصبح، لو انت مثلا بتحط الميه الصبح، هتيجي تاني يوم هتلاقي ان الحمام شرب شويه ميه وسايب شويه ميه. لازم يا جماعه مع تغيير الدواء تكب الميه القديمه اللي موجوده عند الحمام اللي فيها الدواء بتاع النهارده اللي هو ده، وتغسل السقايه من بره ومن جوه، وبعد كده تحط ميه جديده بدواء جديد. حتى لو في دواء ما تسيبوش، تغيره بدواء جديد. الكلام ده يتكرر لمدة 3 ايام ان شاء الله. مش هتلاقي اي مشاكل عندك خالص في الحمام، هتلاقي الحمام ممتاز جدا وواقف كويس زي ما انتم شايفين. اللهم صل على النبي. ما عنديش اي مشاكل بالنسبة للحمام، واحنا في الجو النهاردة شتاء سيول وبرد جامد، بس بسم الله ما شاء الله زي ما انتم شايفين اهو. ليه؟ المحافظة على الحمام وايدك لما تكون على الحمام وفي الحمام على طول دايما هتلاقي فيه نتيجة، دايما هتلاقوا فيه نتيجة. فده كانت معلومتنا النهارده. ارجو انك انت تشترك في القناه وتفعل زر الجرس وتدعمنا باللايك والشير، ودعمنا كمان بتعليق. واي حد عنده سؤال يسيبه لي في التعليقات، انا برد على جميع الاسئله. اشوفكم ان شاء الله في يوم جديد وفي معلومه جديده.